حكاية من التراث البعداني. كان هنالك في زمان مردة مجرمون وأشرارا، كانوا يعيشون هذه الأرض ويحرقون فيها ويفسدون ويعيثون في الأرض الفساد. وفي يوم من الأيام أتى رجال أقوياء ورأوا هذه المردة، فأخذوهم وصنعوا جهازا للتصغير، فكانوا يحطون المردة الأشرار تحت هذا الجهاز فيصغر المارد، ويحطونهم في قوارير وفي صناديق وفي براميل وفي كتيل، ويرمونهم في الجبال وفي الوديان وفي الصحاري وتحت الماء وفوق الأشجار وتحت غصون الأشجار، لأنهم مردة أشرار لا يصنعون الخير أبدا. كانوا أشرار شديدون الشر. وكان هنالك رجل يدعى محمد البرغلي يعمل عامل للأخشاب، يقطع أخشاب ليبيعها ويرسل فلوسه إلى ابنه علي بطاطا الذي يعمل في السعودية. يا الله بطلبة الله يرسل ابني فلوس للسعودية يفتح محل وبعدين يشقي علينا. وكان يفكر ويرمي الجبن إلى العكبار وهو يفكر بابنه علي بطاطا، فإذا بالباب يفتح. أهلا يابا، كيف حالك يابا؟ أنا علي رجعت ابن السعودية. مديك يا ابني مقرجعك لقني يابا، ما مش فايدة السعودية، ما مش فايدة، خرجوني نهاين. لقني بزاك خسرتني. بس سهلة يا رجال عشان اشتغل أنا مع نفعتك السعودية كيف تشقى. الله يقبعك يا ابني. يا بس سهلة ادور لي موتور انا واشقي على نفسي سهلة، ولا شقطع خشب انا وانت يابا. خلي ولي الفلوس عشان نشتغل انا وانت ونعيش حياتنا يابا. لا حول الله، مو عملت بحياتي انا، خسرت كل شيء. كل الجبن يا عكبر، كل الجبن. طوط طوط طوط. فذهب حزينا البرغلي لقطع الأخشاب. يا بدنا أنا وأنت شقي قطع أخشاب، أنا قوي وشعاونك واشقي بالخشاب يابا. يا رجال أنت ما تنفع شبني، والله ما تنفع البصلة، ما نفعتك يا السعودية، رجعت نهائي. الله يقبعك. لقني بزك يا علي بطاطا. يا بس على رجال خلي تولي السعودية، أنا قوي، الموت لأمريكا. يلا يابا أنا أجي أشقي معاك، خلني وأنا أقطع الشجر كلهم بدقيقة. فضرب الضربة الأولى والضربة الثانية فتعلق العطيف ولم يستطع الشغل. وقلت لك يابا أنا ما مش فايدة، أنا سير أطلب الله أدور لي موتور للمقطع لي خشب. أنت ما منك فايدة يا ابني، قلت لك. يابا سهلة أنت تلقاني يطلب الله صح، سهلة يابا، اصبر علي بس خلاني اجزع لي. انقلع من هنا يا ابني، الله يقبعك، خسرتني على الفاضي. الله لا لا الله لا لا، قال خشب، قال لك سعودية، انا متمتع مرتاح. انقذوني النكدة في صوت. من انت؟ من بو؟ النكدة ساعدني. من انت؟ مالي وين انت؟ وينك وين؟ انا تحت شجرة البلوطة تحت القراضي. وين انا؟ ايوه عند العروق. فقال علي يحفر ويحفر ويبخث فرأى زجاجة، فإذا هو يحركها ويمسح الزجاجة ويرى ما في داخلها. انقذني يا ولد، انقذني أرجوك، وأنا مارد.
أرجوك انقذني، هدرك دبرك هدرك دبرك، انقذني انقذني. ففتح علي الغطاء فطلع المارد. ها 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 ها. يا يا قعدني وقعني، خلاني اتمرن شوية وارجع اكافك. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. من انت؟ من انت؟ كيف كبرت؟ انا الشرير، انا المارد، وسأكافئك بقتلك، فانا لي آلاف السنين سأقتلك الآن. لما تقتلني، انا اللي خرجتك، انا لأننا شرير ومكافأتي هي شريرة. أرجوك لا تقتلني، أنا اللي خرجتك. مالي ادلي حاجة. لن أعطيك شيئا، سألتهمك أو أقتلك ونجعك. خذها واصطد لها. ها انا بجاك، انا بجاك. مالي رارا رارا مالي رارا شوية اقول لك حاجة. هلا ماذا تريد ايها الاحمق؟ اسمع، انت شرير صدق، والله لو انت شرير لادي لك حاجة حلا. نعم انا شرير، الا انا شرير بن شرير. لا انت شرير كده ادخل بس القارورة. لا انت شرير، انا ادري انه انت، وبعد اقتلني سهلة، بس سقني بالساق. هذا امر سهل. امسك حقي العصا وانا سادخل القارورة قدامك. ثقيلة مليه. انظر الي في لحظة. شوف، اول مرة اصغر وارجع ادخل للقارورة. هل رأيت؟ يا مناري قفلت عليك. ها أرجوك ملا خرجني، خرجني. خرجك تودقني تقتلني. قلت لنا انت تدلي هدية على تدلي موتور ولا تدلي حاجة. انقلا خرجني انا بجاك. ولا اعطني حاجة حلا وانا شخرجك، والله لا خرجك. ادي لك حاجة طيبة مش شريرة. مهي. خلاص بز العصا اللي عندك لك. هذه عصا حلا سحرية وانا معمل به، وانا اللي علي بطاطا. بزها وكن عالق الناس بها. اي واحد تتحرب العصا يشبه. واه مالي كبيرة، احردها يمين وتصغر. اقول والله شحردها الحين. ايوه احردها يمين يمين. قام علي بطاطا بحرد العصا، فإذا هي بتصغر تصغر تصغر. وفرح علي بطاطا وجرب في الجرح الذي في رجله فشفي. والله انه خبرك صدق، والله انه خبرك صدق. هي خرجني ملي، خرجني قد انقلع. خرجك تقتلني لجني بزاك، وبعدين الناس يموتوا. انت وعدتني ملي، وعدتني وانا اديت لك هدية. انقلع عشان تقتلني يا وسيخ. انقلع أصير أعالج الناس وأبقى دكتور وأطلب الله من ظهرهم بالعصا هذه. أيها الجبان، أيها الأحمق، خدعتني وأنا الشرير المارد. سأريك يوما من الأيام يا علي بطاطا، سأريك. خرجوا إلي. وبدأ علي بطاطا بمعالجة الناس، وجاءوا الناس طوابير من ميتم ومن المحوى ومن عدن جودة ومن صهبان. وأغتني علي بطاطا وبنى بيت كبير جنب المسجد، وعالج الناس وخرطهم خرط الخرط، ونسى السعودية وأغتنى. وأبوه كان فرح سعيدا به، والناس طوابير. إلى اللقاء.